بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في وصفات أم أصيل. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ما جيتكمش بوصفة جديدة. اليوم جيت نهنيكم بمناسبة السنة الأمازيغية ونقول لكم أسقاس أمقاس، كل عام وانتم بخير. حبيت نعرفكم اليوم بيناير أو ما يسمى بالسنة الأمازيغية، اللي هو الاحتفال بالسنة الفلاحية أو الزراعية، ويكون دائما الموافق ل 12 جونفي من كل سنة. ويعتبر يناير رأس السنة الفلاحية عند الأمازيغ، فاصل بين فترتي البرد والاعتدال. وكانوا يعتبروه أجدادنا معلم كان يحسبوا به الشهور والمواسم، ويضبطوا به أعمالهم الفلاحية منذ قرون، وهو عيد فلاحي بامتياز. كذلك يعتبر يناير مناسبة للمحافظة على الموروث الثقافي وترسيخ مقومات الهوية الوطنية، اللي هي الإسلام، العروبة والأمازيغية. يناير كذلك هو مناسبة لجمع شمل الأسرة الجزائرية وكل الجزائريين وتوحيد صفوفهم. وهذا اليوم هو مناسبة كذلك نبين فيها تراثنا وتاريخنا، ونحاول نبرز فيه ما تسخر به الجزائر من عادات وتقاليد وموروث ثقافي، وباش نخلوه للأجيال القادمة. في هذا اليوم كذلك تقوم المرأة الجزائرية بطبخ مختلف المأكولات التقليدية، كيما الشخشوخة، الرفيس ومختلف الأطباق اللي تكون غنية بالأعشاب. وكيما يقولوا كل ما تنوعت المأكولات راح يكون عام رزق وخير وبركة. وكذلك يحطوا الطفل الصغير اللي يكون في العيلة، يحطوه في قصعة ويرموا عليه الحلويات ويتمنوا له حياة سعيدة، مع إقامة الاحتفال في كل مناطق الوطن. ويعتبر كذلك 12 يناير من كل سنة هو عطلة وطنية، وسنة 2025 يوافقها التقويم الأمازيغي 2975. وفي هذا اليوم يأمل فيه الفلاحين بداية عام فلاحي جديد يحمل معه الأمل في موسم زراعي مزدهر. وفي هذا اليوم كذلك جيت أعطيتكم لمحة صغيرة على يناير، وجمعت لكم بعض الصور للأطباق التقليدية الجزائرية والملابس. نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم هذه الصور، وكذلك نتمنى أنه تكون سنة جديدة حافلة ومليئة بالخيرات والبركات، وأنه تعود علينا وعلى بلادنا بالنفع والرخاء. وفي الأخير نقول لكم أسقاس أمقاس، أسقاس ذا مربوح، كل عام وانتم بخير. ونتمنى أنكم تتمتعوا بهذه الصور، وإلى اللقاء في فرصة أخرى بإذن الله.